السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش عمرك خديتي مخالفة طرقية وحسيتي بها ماشي عادلة؟ واش كتحس باللي كاين شي غلط في التسجيل ديالها، ولا يمكن ما كنتيش في ديك البلاصة ولا في الوقت اللي مقيد في المخالفة؟ خاصك تعرف باللي عندك الحق القانوني تعترض على المخالفة الطرقية. في هذا الفيديو غادي نشرحوا لك امتى وكيفاش تقدر تعترض على مخالفة مرورية، وشنو هي الاجراءات اللي خاصك دير باش تحافظ على حقك. ولكن قبل ما نبداو ما تنساش دعمنا بجيم والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. يلا ندخل في التفاصيل. امتى تقدر تعترض على مخالفة طرقية؟ ممكن توصلك مخالفة وانت ما درتي والو، ولا لاحظتي باللي كاين شي غلط في المعلومات ديالها. القانون كيعطيك الحق في الاعتراض إلا كان عندك سبب معقول، بحال المخالفة تسجلات بسميتك بالغلط وكترجع لشخص آخر، ما كنتيش في البلاصة والتوقيت اللي كاين في المخالفة، ولا كاين شي مشكل تقني في الرادار ولا الكاميرات، أو ما تحترماتش الإجراءات القانونية في طريقة تحرير المخالفة. كيفاش تعترض على مخالفة طرقية في المغرب؟ إلا كنتي متأكد باللي كاين خطأ خاصك تتبع هاد الخطوات: راجع تفاصيل المخالفة وتأكد من صحتها، تواصل مع الجهة المعنية بحال الشرطة ولا الدرك الملكي، كتب طلب اعتراض خطي موجه لوكيل الملك في المحكمة المختصة وضيف ليه الأدلة اللي كتأكد كلامك. إلا عيطوا ليك خاصك تحضر جلسة باش تناقش المخالفة مع القاضي. واش يمكن تعترض الكترونيا؟ يا سيدي، وزاره النقل موفره واحد المنصه الرقميه اللي تقدر تعرف منها المخالفات ديالك وتدفع طلب الاعتراض مباشره من الانترنت، وهذا الشيء غادي يسهل عليك الخدمه ويوفر لك الوقت. شنو يقدر يوقع بعد ما تعترض على المخالفه؟ ملي كيتم دراسه الملف ديالك عندك ثلاثه الاحتمالات: الغاء المخالفه اذا كان فعلا كاين خطا، أو تخفيض الغرامة في بعض الحالات، ولا تأكيد المخالفة إلا ما كانش عندك أدلة كافية للنقد. حقك القانوني كيضمن لك تعترض على المخالفات اللي كتشوفها ماشي عادلة، وما تخليش الخطأ يمر بلا ما تدافع على راسك. إلا عجبك الفيديو واستفدتي ما تنساش تكليكي على لايك والمشاركة. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.